بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا اظن الوقت عرفتوا انا هعمل ايه. الوقت الشباب طلبوا مني عايزين كشري، يرضيكوا يرضيكم عايزين كشري، فهنوريكم الكشري بقى بطريقتنا ويا رب يعجبكم. يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وشكرا على الكومنتات الحلوة اللي انتوا بتبعتها لي. الوقت انا بخرط بصل اهو عشان احمره. انا بحمره، بحط على رشة ملح وبحط عليه حبة نشا، بتخليه يحمر وينشف وما يشربش زيت. اهو معاكم اهو كده، انا بسخن زيت وده النشا اهي، وحبة الملح اهم، وتقلبوهم في بعض كده وتفرفروهم من بعض كده لو حاجة لازقة في بعضها، وتقوموا حاطاه في الزيت ما شاء الله بياخدش حاجة. انا كنت اللي لازق في بعضه بشيله عشان يشرب كله نشا زي بعضه اهو. كده الزيت كان سخن، هنحط بقى البصل وتسيبيه بقى يحمر براحته. هنحط بقى وعاية للمكرونة، مية المكرونة. كده البصل كان احمر اهو، مش شارع طري بقى ما شاء الله، ناشف ومقرمش. عايزة لايكات كتير وعايزاك تشجعوني، ربنا يبارك لكم. وده انا حطيت الكمية الباقية اهي. هنحط المكرونة ونحط العدس يتسلق بقى، بس الاول هنحط الصلصة. انا مفرزة صلصة في الفريزر، طلعتها وهحط كيسين اهو. كده الدور التاني احمر بردك اهو، هنشيله عشان ما يتلهفش. بس الصراحة ما حطيتش على حمص لان ما كانش عندي، وما كانش حد ان هو يجيب لي يعني، فقلت حلو يعني مش فارقة. كده هنحط بقى سن التوم على الحلة دي، حبة الزيت دول نحط عليهم سن توم صغيرة كده، ونحط عليها ونحط عليها الطماطم، نصفرها شوية ونقوم حاطين عليها الطماطم. كده انا بردك مفرزة التوم اهوت. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، الصلاة على النبي. ما شاء الله. تحمر سن التوم بسيطة عشان لسه في الدقة بتحط عليها توم. انا حطيت الصلصة اهو، نجيب الكيس التاني. ما شاء الله الحاجة اما تكون معيونة في الفريزر ما بتحسش بحاجة يعني، اي حاجة في البيت حلو. هنسيبها بقى تشكشك براحتها. كده هنحط المكرونة ان شاء الله، تتسلق بقى والطماطم تتسبك.
والله ما بياخد حاجة، ما شاء الله ما بياخدش حاجة، في دقيقة بتكون مخلصة. تحط حبة ملح بس على المكرونة، وبعد ما تتسلق بتقوم غسلاها عشان ما تلزقش في بعضها، وتقوم حاطة عليها حبة زيت. بس كده انا كده حطيت العدس بجيب اهو، غسلته وحطيته على البوتاجاز يتسلق رخر اهو. مش قصة يعني، والله الكشري ما بياخدش حاجة. ما شاء الله. كده الزيت خسارة، الإزازة قعدت ب95 باين أو ب85، مش فاكرة والله، أنا جايبة آخر أنا بقى امتى. قلت بقى البصل، ما بغوش الزيت، اما اخد الحبة الزيت اللي بقت البصل، واحمر الشعرية للرز. ما عادش حد بيرمي حاجة في الزمن دي من غلو الحاجة، ربنا يخلق المسلمين يا رب. وحرام كل حاجة بالقد يعني، مش وحشة برضو. الكمية اللي انت هتاكليها اعمل ايه، ما تخدرش في الحاجة، خسارة. وانا عملت الكيس كله اهو. بحط على العدس بقى اما قرب ما استوى، بقوم حاطة عليه سنة بسيطة ملح عشان ميبقاش ايه، يبقى طعمه مظبوط. والصلصة بحط عليها برضك معلقة سكر، ومعلقة ملح، معلقة فلفل اسمر بسيطة كده. بس دي اللي انا بحطه. بتحطي كمون في الصلصة برضو، وعايزة تحطي في الدقة حطي. يعني ناس بتحب كده وناس بتحب كده، الأكل دي مزاج يعني. أنا كده بحمر الشعرية وأحط عليها الرز. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. كده الشعرية بدأت تحمر اهي معانا. هنحط عليها بقى الرز، وتقلبي تشوحي شوية. اما بتشوحي الرز في الشعرية شوية ما بيلزقش في بعضه، بيبقى جميل، يبقى مفلفل وحلو. ما شاء الله. حط بس سنة ملح عليه وخلاص على الرز، وتشوحوهم في بعض. تشوحي كده بقى بالطريقة دي، تلاقي الرز مفلفل وحلو، ما يلزقش ولا يعجن منك ولا حاجة. الملح. ما شاء الله. يا رب يعجبكم طريقتي، لو عجبكم الطريقة اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ما شاء الله، اللهم صل. اه كده بقى يغلي، ونسيبه ونعمل الدقة. كده كان ده استوى روخر العدس. ما شاء الله.
كده الصلصة كانت خلصت، ما شاء الله معاكم اهي. هنحط عليها بقى سنة نكمل ملحها، ونحط حبة فلفل اسمر، ونحط معلقة سكر عشان الحموضة. كده خلاص بقى. الرز نشف اهو، هنقلبه تقلبتين ونعمل الدقة بقى. في نوعين من الدقة يا جماعة، في نوع ناس بتحبها بكمون وبليمون، بفصين توم وليمون، وبليمون وكمون وتوم وخل. وفي نوع، دي نوع اللي هو اللي بتبقى فاتحة، وفي نوع اللي هي الحمرا بقى اللي هي بالشطة لغتها النوع اللي بالشطة، اللي هو تحمري فصين توم وتحطي شطة، وتحطي لو عندك شطة سوداني حطي بردك قرنين. عندك أي أنواع شطة انت بتحبيها، أي حاجة حارة بتحبها حطيها. وقومي محمراهم شوية على البوتاجاز في بعضهم، بس هيخلولك الشقة فظيعة بقى. وتقومي حاطة عليهم حبة خل، وتسيبهم يغلوا غلوتين. عايزة تحطي كرنب صلصة عليهم كمان حطي. أنا بعملها كده الصراحة. كده أنا بعمل الدقة أهو. أنا الرز بتردد بقى وكده الصلصة دي ربنا يخلي أخويا ربنا يصلح حاله، كان جايب لي شطة سوداني، كان جايب لي توابل، وكان جايب لي الشطة دول. فأنا سايباهم للكشري، حطيت شيء في المش وشيء سبته، قلت ابقى أحط للكشري. كده أنا حطيت معلقة توم أهو. ربنا يفعلهم يا رب، كان جايب لي بهارات وحاجات والله من السودان جميلة. هنمشي من ما جايبه يا رب. كده بتحمري في السنتم اهو، وتقوم حاطه عليهم بقى ايه الشطه. انا بحطش الا 3 قرون فلفل سوداني بس، لان الشطه دي صعبه 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 صعبه. كده انا جبت لكم المكرونه قدامكم اهي، عشان ايه هنخلص ونغرف بقى الشباب جعانين. بلاش نقول عيال عشان بيزعلوا. تحمري الفصين توم، صفروهم كده، وتقوم حاطه عليهم بقى 3 قرون فلفل ومعلقه شطه، وتقوم قلبهم وتشوحوهم في بعض بقى. هتشوفي الوقت ايه. يا رب طريقتي تعجبكم، والله العظيم جميل. ويشكروا فانا الصراحه ما اكلتش منه لاني تعبانه، ومبشكروا فيه اهو قرن الفلفل اهي. كده الشطه انا حطيتها برضك اهي. تقلبهم بقى في اللحظه دي بقى، الشقه بتبقى فظيعه، اللي قاعد ممكن روحه تطلع. تحمرهم على البوتاجاز اهو، وتقومي حطهم طشهم بالخل، ما تكترش خل. ماشي. في ناس بتحط ممكن كوبايه، نص كوبايه ميه، وناس بتحط كوبايه صلصه، معلقه كرنب صلصه. انا هحط كرنب صلصه لان الصراحه بتبقى طعمها حلو. انا جربتها كده وجربتها كده، وقفت على اللي الكرنب الصلصه. يغلو غلوتين بقى، وتقوم جايبه ليمونتين حطهم عليها. رحت فين يا شيماء؟
اهي جت اهي. وهون جت اهو. تعصري بقى الليمون. انا بعصر في المصفى الصغيرة دي عشان البذر ما يقعش في البتاع يمرر. ما شاء الله. ما شاء الله كده خلصت اهي. بتبقى جميلة والله، بتبقى حلوة قوي بالكرنب الصلصة دي، جربوها هتعجبكم. كده انا خلصت اهو، بقى هغرف بقى. مم. ايه رأيكم بقى؟ ما خدش حاجة والله. ما شاء الله. نغرف بقى. ده البصل كنا ننساه. نحط الرز.